السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نبدأ نتكلم فيديو جديد عن واحدة من أهم الكومبوننتس اللي موجودة في فلاتر، ألا وهي السيرش ديليجيت. أول حاجة، يعني إيه سيرش ديليجيت؟ هو كلاس جاهز في فلاتر بيخليك إن أنت تتحكم في واجهة البحث بشكل كامل. زي أنت مثلا عندك شريط البحث اللي هو ده، تقدر انت تتحكم فيه بشكل كامل عن طريق السيرش ديليجيت، او انت تعرض نتائج، او انت مثلا تعرض اقتراحات لما تكتب مثلا اي حرف. مثال، انا مثلا ممكن اكتب هنا اف فيظهر لي جميع الكلمات اللي في الابليكيشن عندي اللي موجود فيها حرف الاف. او ان انت تتعامل مع الكتابه اللي هي الكويري، اللي هي انت كيوزر بتبدا ان انت تدخل الكتابه. كل ده بتقدر تتحكم فيه عن طريق السيرش ديليجيت. فالسيرش ديليجيت هو المسؤول عن كل حاجه بتحصل في عمليه السيرش. طيب، اول حاجه انا هبدا اهيئ المكان عندي في الابليكيشن اللي هستخدم فيه السيرش ديليجيت. هاجي هنا في السكافولد اعمل ابار بالشكل ده، وابدا مثلا اديها باك جراوند كولر، ونقول colors دوت مثلا تيل، ونعمل هوت رولود. ماشي. نبدا نعمل تايتل، ونقول تكست، ونسميه مثلا سيرش، ونقول ستايل، تكست ستايل، كولر، ونخليه ابيض مثلا، لان الباي ديفولت بتاعه هنا اسود. تمام. ماشي. نيجي هنا نضيف ايكون هنا على اليمين عن طريق الاكشنز، ونقول ايكون بutton، نعمل اون بريزد بالشكل ده كده، ونضيف هنا ايكون السيرش، ايكونز دوت سيرش، ونعمل هوت رولود. فطبعا ظهرت باللون البلاك، احنا نيجي هنا نخليها ابيض، ونقول color دوت وايت. تمام. ونعمل فورمات للكود، ونيجي هنا نعمل حاجه اسمها show search، ونعمل هنا كونتكست. وهنا هنبدأ ان احنا نضيف الكلاس بتاع السيرش ديليجيت بتاعنا. فنهمش ديت دلوقتي لحد ما نشوف السيرش ديليجيت بنبدأ ان احنا نكتبها ازاي. ماشي. اول حاجة احنا بنستخدم ازاي السيرش ديليجيت. احنا بنتبع 3 خطوات علشان ان احنا نستخدمه عندنا في الابليكيشن بتاعنا. اول حاجة بنعمل كلاس جديد ونورث منه، او نورث من السيرش ديليجيت. هاجي هنا اعمل كلاس تحت هنا خالص، اقول كلاس، ونسميه مثلا ماي سيرش. طالما هو بيرث ببدأ استخدم extend من السيرش ديليجيت، هي بتظهر لي في اول حاجه اهو. تمام. يبقى انا كده عملت كلاس وخليته يرث من مين؟ من السيرش ديليجيت. ده اول حاجه انا عملتها. بعد كده بنعمل اوفر رايد للميثودز المهمه. لو جيتوا تلاحظوا معايا هنا يا شباب، هتلاقي في ايرور هنا على ماي سيرش. طب لو جيت هنا وقفت على الايرور، هنلاقيه بيقول لي ان انا عندي مشكله في الامبلمنتيشن، والامبلمنتيشن مش كامل. هيجي يقول لك هنا ايه؟ try implementing this missing method، يعني في methods ناقصه هنا. فلو جيت هنا مثلا عشان يصلح لك الايرور، يقول لك create for missing overrides، يعني في 4 methods هنا ناقصين. فلو جيت عملت create for missing، يبدأ ان هو ينشئ لي الاربعه الناقصين، فالايرور هنا اختفى. تمام تمام. اول حاجه عندي في الميثود ديت حاجه اسمها بيلد اكشن، والبيلد اكشن دي هي الميثود المسؤوله عن البوتنز اللي بتبقى موجوده في اليمين، او عن مجموعه الازرار اللي بتبقى موجوده على اليمين في شريط البحث. طيب، فكره الزرار ده عباره عن ايه؟ هو الفكره بتاعته ان اول ما المستخدم مثلا يضغط على اي بوتن هنا بيمسح الكلام اللي كاتبه. ده مثال. طب نطبق الكلام ده ازاي؟ ممكن نمسح الكلام ده كده، ونبدا ان احنا نضيف الاكشنز اللي احنا عايزينه. اول حاجه هنا المفروض بترجع ليست، لان احنا هنا بادئه ليست ويدجت. فاحنا هنا ممكن نقول ريتيرن ليست بالشكل ده، ونبدا مثلا نقول ايكون بutton، نخلي الامبرسد دلوقتي، ونحط الايكون بتاعتنا، نقول ايكونز دوت كلير.
تمام. ونيجي هنا في الامبرست نقول query بتساوي دبل كوتيشن. الفكره دلوقتي ان اول ما اليوزر يضغط على ايكون الكلير يبدا يمسح الكلام اللي كاتبه في السيرش، وهنبدا نشوف الكلام ده مع بعض بس لما نعمل امبلمنتيشن لباقي الميثودز. فده بالنسبه للبيلد اكشن. يبقى البيلد اكشن الفكره بتاعته ان هو بيخلي اليوزر لما يضغط على الزرار اللي انا حاطه في الايكون او في الامبلمنتيشن بتاع البيلد اكشن بيبدا ينفذ لي، زي مثلا ما انا حاطط هنا الكلير فيبدا يمسح الكلام اللي كاتبه اليوزر اول ما نضغط على الايكون اللي اسمها كلير. فده بالنسبه لاول ميثود موجوده معانا. طيب تاني ميثود اللي هي البيلد ليدنج، هي ميثود الخاصه بالايكونز اللي تبقى موجوده على الشمال، وغالبا بتكون الزرار الرجوع. يعني ايه؟ يعني بتبقى الايرو باك، اللي هو لما اضغط عليها توديني للصفحه اللي كنت فيها قبل ما اضغط على ايكون السيرش. طيب ببدا انفذها ازاي؟ اول حاجه بعمل ريتيرن اللي هي الويدجت عاديه، لان هنا مش ليست، هي ويدجت واحده بس، فممكن نقول ايكون باتون. تمام. ممكن هنا نيجي في الايكون ونعملها ايرو باك عشان تودينا للصفحه اللي كانت موجوده قبل كده، icons دوت ايرو باك. ماشي. واجي هنا في الامبرست انفذ بقى الاكشن اللي ينفذه لي الايرو باك. اقول مثلا ايه كلوز، واجي هنا في الريزلت انا عايز ارجع للصفحه اللي قبل كده فخليها مثلا ايه null. فبس. فدلوقتي المستخدم لما يحب يخرج من شاشه البحث اللي هو فيها نرجعه للشاشه اللي قبلها عن طريق ان انا لما اضغط على الايرو باك هيوديني للصفحه اللي قبلها، لان انا عامل هنا في الامبرست اللي هو كلوز ومديله الريزلت بتاعته تكون null، اللي هو وديني للصفحه اللي كنت فيها قبل ما تكون في السيرش. فده بالنسبه للبيلد ليدنج. والبيلد ليدنج باختصار بيخلي المستخدم لما يحب يروح للشاشه اللي قبل كده يضغط على الايكون اللي تبقى موجوده على الشمال اللي هي مهمه البيلد ليدنج. نيجي لتالت ميثودز وهي اهم ميثودز فيهم، وهي البيلد سجشن، بس هي هنا محطوطه في المركز الرابع فنخليها هنا في المركز الثالث او في الترتيب الثالث، وهي يعتبر اهم ميثود فيهم، ودي اللي بتعرض اقتراحات الكتابه اثناء الكتابه. يعني انا دلوقتي لما اجي اكتب في السيرش مثلا كاف او حرف الكي فيبدا يظهر لي كل الكلمات اللي موجوده في الابليكيشنز اللي بتضم حرف الكي، وهكذا. فديت ميثود مهمه جدا ولازم تكون مركز فيها واحنا بنكتبها. اول حاجه خلينا مثلا ننشئ داتا مثلا عندنا في افتراضيه، نقول مثلا string علشان نبدا نعمل سيرش فيها مثلا، ونقول داتا ونيجي هنا مثلا نقول فلاتر ونقول مثلا دارت، وبعد كده مثلا نقول فاير بيز ونقول وليكن كيوبيت، ونقول وليكن دايو، ونقول وليكن داتابيز، ونضيف مثلا اسم اخير لوكال مثلا اللي هي لوكال ستورج. ماشي. واعتبر دي الداتا اللي عندنا. ماشي. ممكن نبدأ نعمل عملية فلترة لمين؟ للداتا ديت. ازاي؟ اول حاجة مثلا هعمل list string، list من نوع string، تمام، واسميها match query بالشكل ده، واقول داتا. ممكن انزل سطر جديد عادي all دوت، يعني كأني حاطط دوت هنا بالظبط بس علشان يبقى في سطر تشوف كل الكود اللي انا كاتبه مرة واحدة، واقول هوير نضيف قوس جديد نقول ايتم وهنعمل بالشكل ده. طيب هوير هنا عبارة عن ايه؟ هوير هنا بيساعدني ان انا افلتر الداتا اللي عندي. هوضح اكتر كمان شوية. ونقول هنا ايتم. تمام. هو دلوقتي الايتم دي مأكسسة على الداتا اللي هنا علشان نعمل عملية فلتريشن. طيب فاجي هنا اقول ايتم
دوت تو لور كيس، حولهم لي كلهم لحروف لور كيس. تمام. دوت كونتين contains query دوت تو لور كيس، ونضيف هنا القوس اللي ناقص ونقول to list بالشكل ده. طيب خلينا نشرح السطر ده لانه سطر مهم جدا جدا. اول حاجه الايتم تو لور كيس، هنا بنحول الكلمات لحروف صغيره، والكويري دوت لور كيس بنحول اللي المستخدم كاتبه لحروف صغيره. طب الكونتين دي عباره عن ايه؟ الكونتين ديت هي بتشوف هل الكلمه تحتوي على المستخدم كاتبه ولا لا، من الكلام اللي موجود في الداتا عندي اللي هو ده اللي انا حولته هنا لحروف لور كيس. بس النتيجه بعد كل سطر ده بيعمل ايه؟ هو بيجيب الكلمات المناسبه للبحث. يعني مثلا هنا كلمات بحرف مثلا الاف هنا كابيتال، تمام، انا هنا في السطر ده خليته سمول، اي كلمه هنا سمول، واي كلمه انا بدخلها كيوزر بعد السطر ده بيحولها لي لسمول، فبالتالي عمليه السيرش بقت سهله. تمام. يعني انا دلوقتي لو جيت هنا مثلا في السيرش كتبت حرف الاف بحرف سمول، هيجيب لي الفاير بيس وهيجيب لي فلاتر اللي هو مكتوب في اول حاجه ايه بالكابيتال. تمام تمام. ماشي. نيجي بعد كده نعمل بقى ريتيرن للحاجه اللي احنا المفروض نرجعها من الميثود دي. فنقول ريتيرن لي مثلا list view دوت builder بالشكل ده. نحط هنا سيمي كولون ونعمل item count ونخليها للينس الماتش كويري علشان بعد الفلترة، ونقول دوت لينس، ونيجي هنا في الايتم بيلدر نقول context index. طبعا احنا شارحين الكلام ده في الفيديوهات اللي قبل كده فمش محتاجين بقى نضيع وقت في شرح الايتم بيلدر. ونقول ريتيرن ونخليها مثلا على هيئة ليست تايل، الداتا اللي احنا هنعرضها على هيئة ليست تايل. تمام تمام. فنبدأ نعرض التايتل ونقول تكست ماتش كويري دوت اندكس، وهنا بنعرض الكلمة نفسها اللي طالعة من عملية الفلترة. تمام تمام. ماشي. بعد كده اجي هنا اقول اون تاب اون تاب، والكويري بتيكوال مين؟ الماتش كويري اندكس. تمام. واقول له انا عايز اشوف الريزلت بتاعتي، شو ريزلت كونتكست. تمام. انا هنا دلوقتي بقول لليوزر لما يضغط على اي اقتراح احنا بنحط الفاليو بتاعتنا في الكويري، وبتبدا ان انت تستدعي الشو ريزلت. يعني انا دلوقتي كاني بقول بالكود ده حول الاقتراح لبحث فعلي واعرض النتيجه بتاعتي. بس دي مهمه الكود ده اللي موجود في الاون تاب. تمام. يبقى كده الموضوع بسيط في البيلد سجشن. تمام. نيجي لاخر حاجه موجوده خالص وهي البيلد ريزلت. تمام. نبدا بقى نبني هنا، بس نطلع ده عشان شكلها لطيف شويه. تمام. نقول ريتيرن، هي بترجع وجهة واحده فنقول تكست. تمام. سيرش ريزلت. تمام. ونخلي مثلا ترجع الكويري بالشكل ده، ممكن نجيبها في السنتر. تمام. هنا ايرور، ريزلت ما فيهاش ايه. ماشي. نبدأ ان احنا بقى نباصي الكلاس اللي احنا عملناه في السيرش هنا اللي موجودة في الابار، ونحطه هنا. طبعا الايرور تمام، الاقواس ناقصة بس. ماشي. ونبدأ ان احنا نعمل هوت ريلود
ونضغط على ايكون السيرش، فيبدأ ان هو يظهر لي بالشكل ده كده. دلوقتي خلينا نيجي لكل ميثود ونشوف هي عملت ايه هنا. اول حاجه لو انا كتبت مثلا اف، فيبدأ يظهر لي انا كتابه دلوقتي سمول، فبدأ يجيب لي الكلمات اللي فيها اف حتى لو كابيتال. ودي مهمة مين؟ دي مهمة البيلد سجشن، اللي انا حولت فيها او كتبت السطر ده اللي هو يحول لي اي كلمة جاية من الداتا اللي عندي، يحولها لحروف سمول، وحتى برضو اي حرف كابيتال انا مدخله هنا يحوله لسمول، علشان يبدأ ان هو يعمل عملية سيميليشن للداتا اللي موجودة عندي في الابليكيشن. فديت مهمة مين؟ الميثود دي. تمام. طيب انا لو ضغطت هنا على العلامه بتاعت الكلوز دي، بيبدا يمسح لي اللي انا كاتبه كيوزر. ودي مهمه مين؟ دي مهمه البيلد اكشنز اللي انا عاملها هنا. تمام. تمام. طيب انا دلوقتي لو ضغطت على الايرو باك كده، هيوديني للصفحه اللي انا كنت فيها. ودي مهمه البيلد، لا دي مهمه مين اللي احنا كنا فيها دلوقتي، اللي هي مين؟ البيلد ليدنج. تمام. ومهمه اخر ميثود موجوده عندي اللي هي بتعرض لي الريزلت. فانا دلوقتي لو ضغطت على السيرش وقلت مثلا دارت، فبتبدأ ان هي تظهر لي دارت هنا. وبكده نكون اتكلمنا عن السيرش ديليجيت، واتكلمنا عن اهم الحاجات اللي فيها، واتكلمنا عن الميثود وازاي نعمل لها امبلمنتيشن، وازاي نطبقها في المشاريع الاي كوميرس. بس كده نكون انتهينا من فيديو النهارده، ونشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامه.